السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزف الأول، مرحبا بكم في قناة هشام عبود الصحفي حر كما رددها الشارع الجزائري. ماشي أنا اللي قلتها، كل واحد يحكم عليه أفعاله، وماذا بينا نشوفوا العصابة والأزلام ديالها شو يقول عليهم الشارع. كل ما نعرفوه إنه الشارع يقول عليهم تبون مزور، جابوه العسكر، مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. ولما غنات جميلة بنت ويس على يسقط حكم العسكر وتسقط المخابرات، مسكينة راهي في الحبس. اليوم عندنا موضوع رئيسي مهم سري جدا. الحدث صار نهار الخميس اللي فاتت، يعني اليوم باش وصلنا الخبر، لانه مصادر تاعنا على كل حال ما تقدرش تغامر وينقلك في الجورنال يقدروا يفيقوا. كان دا يمشي الخبر الفوق عندهم، دونك كي تميع كامل المصادر اللي سامعه به ما يقدروش يعرفوا شكون المصدر اللي بعث. فوالا هذا يخلينا، وبالتالي خليهم يزيدوا يقولوا يطلبوا من المخابرات الفرنسية أو من القضاء الفرنسي باش يوقفوني على هذا الوثائق والأسرار اللي نجيبها وهذه المعلومات اللي نجيبها. وكما تعرفوا القضاء الفرنسي قال معطونا لي بروف بلي هذا راهو إرهابي وعنده وثائق سرية ويسرب فيها للعالم. أغبياء والله، أغبياء يغيروا. عندنا دونك هذا الموضوع. كاين ثاني مواضيع أخرى. ما زالت العصابة الحاكمة في الجزائر تتلقى الصفعة تلو الأخرى. بعد ما تنتبون باللي دار قيس سعيد في مكتوبه ودار رئيس الليبي في لابوشيت هنا، بيان لا تونس ولا ليبيا يخدعوا المبادئ تاعهم. ليبيا اليوم بعد الاجتماع اللي تم في تونس مع قيس سعيد وتبون، مشى الممثل تاع ليبيا وحكى مع المغاربه، قال لا ما كانش، ما نقدروش نعملوا اتحاد مغاربي بدون المغرب وبدون موريتانيا، خاصه بدون المغرب. اليوم قيس سعيد يعين رئيس الاتحاد المغاربي خلفا للهادي بكوش، ودرك نعطيكم التفاصيل ديالو. هذا يعني بانه قيس سعيد متشبث باتحاد مغاربي وفق توصيات اجتماع قمة مراكش 89. الصفحة الثانية جات من السنغال. نهار 25 مايو أحمد عطاف يحل، قال لك مبعوث من رئيس الجمهورية إلى السنغال يتلاقى مع نظيرته السنغالية، يطلب منها سحب اعتراف السنغال بمغربية الصحراء، ويقولوا له يهلوا. درك نشوفوا بالتفاصيل. هذا نهار 25. نهار 27 الوزيرة السنغالية للشؤون الخارجية تحل بالرباط وتلتقي ناصر بوريطة نظيرها المغربي وتؤكد له وفاء السنغال بمبادئها ودعمها لمغربية الصحراء ولمقترح الحكم الذاتي. شوف هذا كله بالتفاصيل.
الحكايه تاع الصحراء هذه ما زالت يعني امتدت للرياضه، وراهي تكبد الجزائر الخساره تلو الاخرى، انها تكبد الجزائر الخساره تلو الاخرى. بعد انهزام اتحاد العاصمه على البساط الاخضر بدون لعب امام نهضه بركان في كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، وانهزام فريق اقل من 17 سنه في البطوله العربيه، وفريق اخر تاع البنات ثاني ماشي اللي لعبوا، واحد اخر ما لعبوش تاع الكره تاع البطوله العربيه نظن. المهم المصارعه، البطوله العربيه للمصارعه الجزائر خسرت فيها 5 ميداليات بسبب الخريطه عاد تغلب الجزائر، تغلب العصابه ماشي الجزائر كجزائر، فهموا؟ اذا العصابه عادت تخسر في الجزائر، 5 مصارعين انسحبوا، ولما ينسحب خاصه في النهائي ما ياخذش الميداليه الفضيه وما ياخذش الميداليه البرونزيه اذا كان حق في البرونز، ما ياخذ والو. برافو عليكم يا عصابه ولاد الحرام، تسمى يخليو الشباب هذوك يدخلوا مكسوري الاجنحه ما داو والو. ما دامنا في حكايه الصح تالي تسحب في الانديه الجزائريه والفرق الجزائريه المنتخبات بسبب الخريطه، كيفاش تستقبل نائب برلماني عن منطقة العيون ووادي الذهب تستقبل في الجزائر يشارك في دورة الاتحاد المغاربي العربي؟ كيفاش تستقبل؟ دوك نوريكم بالصوت وبالصورة، شوفوا يعني كل حكم المغاربة ولا واش المفروض تشوفوا قال هذا لا نائب تاع منطقة العيون ووادي الذهب ما يدخلش ما يشاركش في البرلمان العربي. شوفوا نتكلم ثاني شوية على الكلاب اللي هداهم بوتفليقة جاك شيراك وفرنسوا هولاند، واش راهم وين راهم؟ ايه لازم قلنا الكلاب العواد الأحصنة العواد. نتكلموا كذلك على أوريكو ماسياس، هذا الفنان اليهودي من مواليد الجزائر اللي يبكي بالدموع على جال في فرنسا منعوه من الصعود الى الركح باش كانت عنده حفله، الغالوا الحفله تاعو احتجاجا على ما يحدث في اسرائيل وتأييده للمجازر والجرائم الاسرائيليه. شوفوها بالصوت والصوره. لذلك نكملوها من قبل نتكلموا على هذا المستوى المنحط اللي يبرز حتى في ملاعب كرة القدم. شوفوا ملعب مولودية جديد واش راه صاير فيه، وننهيوها اون مسك الختام هو النقاش اللي جرى يوم السبت 25 ماي في تيزي وزو تحت رئاسة عثمان معزوز رئيس LCD. تسمعوا الرئيس يتكلم في بلاد قبائل، اي نعم، روح قول لهم رفدوهم، روحوا الشيش قدرتوا تدناولهم تمسوا شعرنا لانهم رجال شادين متماسكين.
لازم يكونوا مثل كل الجزائريين، متبقاش منطقة القبائل وحدها، لا، كل الجزائريين. على كل حال نتكلموا عن الموضوع هذا بعد ما نشوفوا ثاني النقاشات اللي دارت، ونتكلموا في الموضوع هذا، ونتكلموا عن دور بلاد القبائل في رفع رأس الجزائري، تخليلوش دماغه في الأرض. أي نعم، أي نعم. شوفوا هذا بعد ما نوجهوا التحية للإخوان اللي راهم والأخوات اللي راهم معنا، وجات عيني على صالح الزمور، الزوفلاك خويا صلاح، فتحي الويزي، بوصدق مخلوف، بوزنيقة ان فورس، على بوزنيقة بين الرباط ودار البيضاء بعد السخيرات كي تكون رايح من كازابلانكا، هذه بوزنيقة ان فورس. فوالا معناها بعد كمي تاع فوتبال ولا لا. عمر أفيدالي ومحمد الجدوي وعزيز خريبش، الله يعزك خونا بوزنيقة. مارك بنيوفسكي دوبجي ياكشيماش مارك. مختار المادي، عبد الرحمن هاني، لو بون مرحبا بك، مده ما شفناكش خويا، وفون دخله كيف ما شفناكش. رمضان ميدو ونجاة السلامات، شكرا لك اختي نجاة، تحيه وتقدير لك ايضا. بدري وجمال عمرار و لورن سعيد سيكوب. التاريخ بارك الله فيك، قضية التاريخ، نعم نديرو التاريخ خويا العزيز، عندك الحق. لو بون ما جيتش راني جيت فكرتنا في التاريخ، لانه كنت ديكونيكتيت وعاودت على هذيك اللي ما خرجش تاريخ. اوكي تو دو سويت نديرو بها التاريخ. ومصطفى الرحماني ما راهش هنايا اليوم باش يفكرنا ثاني. الوغ رانا لو 28 رانا ال 28 05 2024. فوالا يعطيك الصحة خويا، لازم يبدا حوايج اخرين. فوالا واضحة العزيز. نكملو. تحية لياسمين باتريس، توجور اجور ياسمين، نعم. بن سجان، رمضان ميدو، بشير منفروطي، علال تدلي، نور الدين والقائمة طويلة. مرحبا بكم جميعا، تحياتي لكم جميعا. على كل حال بقى لنا الا اننا نبداو في المواضيع تاعنا، ونبداو بالموضوع الرئيسي، نشوفوا الى راه كل شيء جاهز كما يلزم الحال. فوالا تري بيان، تو اي بون. نديرو فيها جينجل ونروحو للموضوع الرئيسي.